بيقول لك الكبريت بيطلع الحبر من على الهدوم، هل الكلام ده بجد؟ تعالوا نجرب ونشوف. دي الحاجه اللي هنجرب عليها. هنحط حبر هنا وبعدين هنجرب نشيلها بالطريقه اللي هما بيقولوا عليها. هنشخبط شخبطه هنا كده، نعمل شخبطه كتير ونشوف بقى ايه لو ابنك شخبط على الهدوم او اي حاجه. زي ما انتم شايفين ده المنظر اللي قدامكم. اول حاجه هنحطها الصابون، لازم نحط صابون على الحبر ده قبل ما نحط كبريت. تعالى كده نحط صابون هنا بالمنظر ده كده. بعد كده بقى نولع في الصابون ده. طبعا مش هنولع، احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا. هنجيب الكبريت ده كده بالمنظر ده، تمام، وبعد كده هنقعد نعمل على الهدوم بقى ايه كده بالكبريت ده لحد ما نخلي الكبريت ينزل على الصابون ده، كأننا بنفرك الكبريت ده على الصابون. بس يا جماعه المنظر تحس ان هي مش هتطلع. هل بقى التجربه دي حقيقيه؟ الله اعلم. تحس ان احنا بنعمل باستيكه. زي ما انتوا شايفين قدامكم بعد ما عملنا بالكبريت على الصابون ده المنظر اللي طلع. المفروض ان احنا نغسلها وبعد كده الحبر هيطلع، لكن انا هسيبها 5 دقايق علشان لما نيجي نشيلها الحبر يطلع بسهوله. طيب يا جماعه، هي النتيجه اللي انا شايفها دلوقتي نتيجه غريبه صراحه، بس قبل ما اوريك النتيجه عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. لو انت اول مره تتفرج عليا فانا المبدع بجرب حاجات غريبه واشارك التجربه معاكم. يعني اي تجربه بعملها انا ما ببقاش عارف النتيجه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. انا بجرب التجربه نفعت ما نفعتش لازم اشارك معاك التجربه علشان اقول لك الحاجه دي انا جربتها بالطريقه الفلانيه فما نفعتش، فلو انت عندك حل ليها بتقترح عليا في التعليقات والله انت غلطت في كذا، اظبط كذا، فجربها تاني واعملها فكلنا نستفاد من بعض. دي الفكره باختصار. فاهم حاجه قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وفولو علشان التجربه الجايه اغرب. يلا بقى علشان نشوف النتيجه. المفاجاه ان الحبر طلع. تعال قرب مني كده. لكن زي ما انتم شايفين الكبريت لسه معلم في الهدوم. انا صراحه زودت كبريت قوي ماشي، ويمكن دي المشكله، لكن اعتقد ان الكبريت هيطلع بالغسيل العادي. فانت لو عندك طريقه تانية ازاي نطلع الحبر بطريقه اسهل من كده قول لي عليها في التعليقات وانا اجربها ان شاء الله.